اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا، وما ننساش ندعي لاخواننا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. ما تنسوش بقى تعملوا اعجاب للصفحه بتاعتي ولايك وشير. واللي ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنسوش تعلقوا تعليق حلو واثبتوا الصلاه على النبي في التعليقات. بصوا بقى، النهارده انا جايبه لكم فكره سهله جدا جدا. تقدروا تقولوا بقى مثلا جوع اخر الليل. لو مثلا محتاجه تعملي سندوتش كده سهل وسريع جدا جدا، ده يعتبر حاجه بسيطه جدا وكمان طعمه لذيذ جدا جدا، بمعنى اصح يعني حاجه في الانقاذ. يعني بتجيبي رغيف عيش عادي خالص، العيش الابيض بتاع الفرن اللي احنا بنجيبه عادي، ومش شرط اللي انت يكون عندك عيش كريب، احنا هنعمله زي بالظبط زي ما نكون بنعمل كريب. شوفي بقى انت عندك ايه بقى بواقي كده في قلب التلاجة بتاعتك، طلعيه. معايا هنا مثلا رغيف عيش حطيت عليه معلقه كاتشب ومعلقه مايونيز. وبعد كده جبت جبنه موتزاريلا حطيتها في الارضيه بتاعه الرغيف، وزعت عليه، مسكت المقص قصيت الرغيف من النص كده زي ما انتم شايفين. بعد كده كان عندي قطعه بانيه باقيه عندي، قطعتها شرايح كده وهوزعها برضو على الرغيف كله. وبعد كده هجيب قطعة فلفل، عندكم بقى فلفل الوان حطوا اي فلفل، اي حاجة عايزين تزودوها، ممكن عايزين تزودوا زيتون، تزودوا خيار مخلل، اي حاجة انتوا حابينها. انا هنا كان عندي فلفل الوان، اكتفيت بلون واحد بس الاصفر. وبعد كده بتحطوه وتوزعوه كده على الرغيف، وتحطوا بقى جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، تعملوا كمان تجيبوا صوص الكاتشب وتاخدوا كمان مرة كده على الوش. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده بنحط الجبنه الموتزاريلا تاني ونلف الرغيف بتاعنا على هيئه الكريب، هيطلع تحفه جدا وما شاء الله اللهم بارك، وسندوتش في الانقاذ جدا. وبمعنى اصح يعني انتوا عارفين احنا في الشتاء، واي حد بيجوع في اي وقت بيبقى عاوز يفتكس اي حاجه كده تفتح النفس. او لو عندك انت مثلا طفل وفجاه طلب منك انك تعملوا له سندوتش كريب وما فيش عندك كريب، هتعملي ايه؟ هو ده ان احنا ممكن نعمله بديل، وطالع ما شاء الله اللهم بارك، والله العظيم تحفه جدا جدا. تقدري بقى اللي انت تعملي للبيت كله. او لو انت مثلا عايزه تروقي على نفسك كده، لو قاعده لوحدك وحابه ان انت تغيري المود بتاعك بسندوتش جديد عليكي، بدل ما انت مثلا هتقومي تعملي سندوتش جبنه عادي، لا ممكن تعملي بالطريقه دي، بيبقى طعمه جميل جدا وبيفتح النفس وحاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. يعني فكرة سهلة وسريعة، وتقدري بقى تكرريها مرة واتنين، تعملي لكوا كلكوا، او لو انتي قاعدة لوحدك، او لو هتعملي لطفل مثلا مستعجل ومش رايح درس وعايزة تديهوله، يعني حاجة كده في الانقاذ بمعنى اصح. ما شاء الله اللهم بارك. عندك بقى شرايح بطاطس عايزة تزودي اي حاجة انت عايزة تحطيها بتحطيها، طالع تحفة. قرري بقى ال الرغيف بالطريقة دي وان شاء الله يعجبك، ويبقى فكرة سهلة. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واثبتوا التعليق، اثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات. ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. صلوا على النبي واستغفروا ربنا. وما تنسوش تدعوا اخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب. كرروا دايما الاستغفار والذكر. ما تنسوش انكم دايما تخلوا لسانكم ذكر لله دايما، يعني لسانكم يكون فيه ذكر واستغفار وصلاة على النبي. حبوا الخير لبعض، ربنا يا رب يكرمنا جميعا بكل خير ويبعد عننا كل شر يا رب، اللهم امين. ربنا يصلح حالنا جميعا. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب. ويلا بقى اللي ما عملتش اعجاب للصفحه بتاعتي تعمل اعجاب للصفحه، وشيروا الفيديوهات على الصفحات بتاعتكم عشان عايز الصفحه بتاعتي تكبر، ادعموني عشان الصفحه بتاعتي تكبر. ما تنسوش اللايك والشير، وعلقوا بقى تعليق حلو واثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات، ان شاء الله تكون شافع علينا يوم القيامة. ربنا يا رب يغفر لنا ويسامحنا جميعا يا رب. زي ما انتم شايفين انا بكرر معاكم تاني، ادي الرغيف على وشه من فوق عشان يستحمل من اليمة البيضة اللي هي ورا ان التحميصة بتاعت الرغيف. بعد ما نخلصه معلقة كاتشب معلقة مايونيز بالمعلقة كده بوزعهم على الرغيف كله. وبعد كده ده كان قطعة فلفل اصفر الوان وجبنة رومي
ومعايا جبنه موتزاريلا، ومعايا قطعه بانيه. دي قطعه البانيه والله كانت قطعه باقيه، يعني يا دوبك ابني كان خد منها قطمه وسابها، ما اتاكلتش ارميها انا يعني، يبقى حرام والله، لان كل حاجه غاليه. فهمسكها كده اقوم مقطعها شرايح بالمقص او بالسكينه زي ما انتوا حابين، وبعد كده هوزعها على الرغيف دي جبنه موتزاريلا. وبعد كده هحط الفلفل الالوان، وهحط البانيه بعد ما قطعته شرايح، وكمان ايه الجبنه الرومي، واحط كاتشب تاني وجبنه موتزاريلا، واقفل الرغيف. طاسة عندي او مقلاية او صينية تكون ما بتلزقش، احط فيها معلقة زيت او معلقة زبدة زي ما انتوا حابين، واوزعها كده في الصينية او في المقلاية دي، واقوم حاطة فيها الرغيف بتاعي بعد ما انا لفيته على الوشين الاتنين. الله اكبر ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. يعني جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. سندوتش في الانقاذ كده حاجة اخر جمال واخر حلاوة والله. ان شاء الله ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم، وفي طرق كتير جدا هعمل معاكم سندوتشات سريعة بالطريقة دي ان شاء الله، يا رب تعجبكم. صلوا على النبي بقى، وما تنسوش تستغفروا ربنا. يلا حطوا لايك دلوقتي، حطوا لايك وشيروا الفيديو. اهم حاجه انت بتاخديه بالمقص كده، القطع اللي في النص، بعد كده بتلفيه مثلث، يعني بتلفي كل الاجزاء على بعضها. بس سهل جدا يعني، طريقته سهله سهله خالص يعني. بعد كده بقى بتدلعيهم كمان بمعلقه صوص من الكاتشب ده او من المايونيز زي ما انتوا حابين، وتقفلي بقى الرغيف زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي، تطبقيه. بعد كده تعمليه زي هيئه الكريب كده مثلث، وتحطيه بقى على معلقه الزيت او معلقه الزبده، ياخد التحميصه التمام ويبقى روعه. جربوه وان شاء الله يعجبكم. في طريقة تانية، بدل ما كنا نطبقه مثلث كده على بعضه، ممكن كنا نتنيه نصين اتنين بالظبط. هعمله معاكم برضو ان شاء الله، انا كنت عاملة في نفس الوقت بس ما صورتش غير ده، بس هعمل ان شاء الله الطريقة دي معاكم برضو، وهنزله لكم عشان لو حد حابب ياخد الفكرة ويبقى يعملها وينفذها. سهلة جدا، معلقة زيت او معلقة زبدة زي ما انتوا حابين، وتحطوا بقى السندوتشات اللي انت عملتيها دي، تاخد وش من الناحيه دي وش من الناحيه دي، يا دوبك تتحمص تحميصه حلوه كده، وبيبقى طعمه تحفه جدا ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما يطلع بقى بترش عليه بتحط عليه كده من صوص الكاتشب مثلا اللي انت عاملاه، او عايزه تحطي كاتشب ومايونيز، او تسيبيه هم ياخدوا منه زي ما انت حابه. متنسوش بقى تحطوا لايك وشيروا الفيديو وصلوا على النبي واستغفروا ربنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كريب ده ولا مش كريب؟ والله كأنه سندوتش كريب تحفة. يلا بينا على فكرة السندوتش التاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا، وما تنسوش يا اخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. بصوا حبايبي، انا معايا هنا قطعة فراخ مستوية وعصينة عليها، محدش راضي ياكلها، بس انا عايزة اعمل سندوتش جديد، بس مش عندي حاجات ان انا اقعد لسه اعمل سندوتش مثلا شاورما او سندوتش بانيه او كده، لا. فانا هعمل ايه؟ هاخد قطعة الفراخ اللي اتبقت عندي، دي كان جزء منها، يعني كنت عايزة اعمل سندوتش واحد او سندوتشين بس، كانت يعني حتة من الورك اللي هي الصفحة بتاع الورك. هاخدها انسرها كده نساير، اقطعها، وبعد كده هجيب مقلاية عندي او طاسة، واقوم حاطة فيها معلقة زيت، واحط عليها ايه كمان التوابل اللي انا بحبها، بهارات بقى فراخ او كاري او كركم، رشة قرفة، رشة جنزبيل، واقوم حاطه بقى ايه ملح وفلفل اسمر، واقوم حاطه النساير بتاعتي، واقلبها فيها كويس، واحطها على البوتاجاز تقلبتين يا دوب تكون اتشوحت كده، غيرت طعم حتة الفرخة بتاعتي او النساير بتاعتي، خليتها كأنها كده ايه معمولة زي الشاورما، بس مش متقطع عليها ولا فلفل ولا بصل. يبقى كده تمام. هاخد بقى قطعة الفراخ اللي اتبقت عندي واعمل زي ما قلت لكم كده بنفس الطريقة. عايزين نظبط بقى بقية السندوتش، هجيب معلقة طحينة، احط عليها رشة كمون، ملح، واحط حوالي ربع معلقة توم، واحط خل واحط ليمون، واقلبها كويس جدا. يبقى ملح وكمون
توم، خل، ليمون، واعمل احلى سلطه طحينه. يبقى انا كده ظبطت ايه بقيه الساندوتش بتاعي. في جنبي بقى طبق تاني فيه ايه طماطمايه، وعملت عليها عود خضره كزبره وشبت بس كده، وتبلتها برضو حطيتها ظبطتها كده. يبقى انا هعمل ساندوتش محترم عباره عن ايه؟ سلطه، طحينه، حته الفرخه اللي ما كانش حد راضي ياكلها انا عملتها كاني بحياها من تاني، شويه توابل، ظبطتها على البوتاجاز كده وخليتها معموله زي ما يكون شاورما، حاجه كده تحفه، بس من غير بصل وفلفل لان هكتفي بالخضره اللي موجوده في السلطه. اجمع بقى الساندوتش بتاعي، هجيب معايا عيش فينو، ممكن تعمله باي عيش. افتح بقى العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، هفتحه بالمقص او بالسكينه زي ما انتوا عاوزين، واخد من سلطه الطحينه بتاعتي دي واقوم حاطه بقى ايه معلقه محترمه كده من الطحينه، وبعد كده هحط عليها المعلقه من السلطه بتاعتي، واحط معلقه كبيره من الفراخ اللي انا لسه عاملاها بالتوابل ومظبطاها ديت، وبس يبقى معايا احلى سندوتش محترم، ولا اجدعها سندوتش جاي من احسنها مطعم، وانا قاعده في مكاني عملت حاجه بمعنى اصح اعاده تدوير للحاجه اللي عندكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.